السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى راجعة لكم بيوم جديد وروتين جديد، وشكرا على كل كلمة حلوة اتكتبت لي في الفيديوهات اللي فاتت، بجد فرحتني جدا. انتوا بجد أهلي وعيلتي، ربنا يخليكم ليا ودايما معايا ودايما في ظهري ودايما مفرحتني. والناس الجديدة اللي اشتركت عندي منوراني طبعا، والناس اللي لسه أول مرة تشوفني برضو ياريت تشجعني بلايك واشتراك، هيسعدني وجودكم معايا. نفسي قناتي تكبر بيكم ودايما تبقوا في ظهري طبعا بعد ربنا. مطولش عليكم اكتر من كده، تعالوا نبدأ يومنا مع بعض. صلوا على اشرف الخلق عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا انا يوم الفترة دي بيبدأ من الفجر، احنا خلاص دخلنا في المدارس والجد، فبقوم من الساعة 5 تقريبا اصلي ركعتين ادعي فيهم، لاني بحس براحة نفسية كده بعدها. وبفضل مستنية الفجر يأذن كده، هو بيأذن عندنا دلوقتي على حوالي الساعة 5:30 ل5 كده. اصلي بقى الفجر واقرا الورد بتاعي واقول الاذكار بتاعتي، بتكون جت الساعة 6:30 كده. اقوم بقى افتح الشبابيك بتاعتي واشغل قرآن في البيت وادخل المطبخ بقى احضر الفطار. وقبل ما اجهز الفطار بشغل الغسالة لو عندي غسيل، ولو مش عندي غسيل بشغلها على ميه وكلور. النهارده بقى كان عندي غسيل فشغلت الغسالة بقى، حطيت الاريال بتاعي، انا بستخدم اوكسي، وكمان حطيت دوني معاه انا اللي عاملاها، هبقى اعمله لكم ان شاء الله في القناة. موفر جدا، بعمل منه كميات وريحته تحفة، بتفضل ثابتة وقوية كده في الهدوم. بعدين بقى كده هحضر الفطار، عملت كوباية قهوة ليا باللبن، هرفعها بقى على النار وهجهز الصينية بتاعتي. حطيت بقى للاولاد علبتين كده من الزبادي بدل كوبايه اللبن، مره كده ومره كده. اجهز بقى وصفه حلوه جدا لتقويه المناعه للاطفال، حلوه جدا، يا ريت تعملوها. لو متوفر عندكم عسل اسود وطحينه، حطي بقى معلقه عسل اسود على معلقه طحينه وخلطيهم في بعض، ولو عصرتي عليهم نص ليمونه هيكون حلو جدا. برضو الوصفه دي حلوه جدا لتقويه المناعه، لو ولادكم كده زي حالاتي كده متعبين في الشتاء، واحنا كمان داخلين على الشتاء وبيتعبوا قوي من الشتاء والبرد وكده، وبيجيلهم نزلات برد. الوصفة دي حلوة جدا. صبيت بقى كوباية القهوة بتاعتي، كمان برضو معايا تمر محشي كده باللوز، وكمان متغلف بالشوكولاتة. التمر بالمكسرات عايزة اقول لكم حلو جدا 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 لتقوية الذاكرة وبيقوي المناعة، وحلو خالص يعني للأطفال. الصبح ممكن تجيبوا مثلا العلبة دي وتخلوها عندكم للأولاد، تحطوها لهم في اللانش بوكس، حلو جدا لو أخدوا لهم وحداية كده على الصبح، هتديهم طاقة وقوة كده لباقي اليوم. الفيديو بتاع امبارح كنت منزلة فيه فوائد الطحينة بالعسل، وكمان فوائد البلح بالمكسرات، ممكن تدخلوا وتشوفوه. كمان عملت لكم فيديو البلح بالمكسرات او التمر بالمكسرات، عملت لكم في فيديو كده لوحده، لو حابين تشوفوه هسيب لكم الفيديو في علامة الاي في اخر الفيديو. عايزة اقول لكم على طريقته سهلة، وممكن كمان تجيبوه كده وتعملوه في البيت، هيكون احسن بكتير واوفر بكتير وطعمه حلو جدا. بعد بقى ما حضرنا الفطار وفطرنا، طبعا لازم تفطري ولادك بلبن باي حاجه كده قبل ما يطلع من البيت، عشان تديله طاقه كده وما يروحش نايم على نفسه في المدرسه. وطبعا لازم يكون نايم بدري، دي اهم حاجه طبعا عشان يقوم فايق. عملت له بقى السندوتشات، عملت له سندوتش لانشون وسندوتش جبنه رومي. اللانشون برضو انا اللي عاملاه في البيت، ناس كتير عجبتها قوي اللانشون وعملته وجربته ودقته مني كمان، شكرت فيه جدا. برضو لو عايزين تشوفوا الفيديو هتلاقوه في الفيديوهات بتاعتي اللي هي لسه يعني عملته لكم في روتين قبل كده، وعملته لكم في فيديو تاني لوحده ممكن تشوفوه. جهزت بقى اللانش بوكس بتاعت عمرو، وكمان الازازه بتاعته بنيتها له كده بالميه، حطيت له كمان كيكه كده في اللانش بوكس، وحطيت له كمان تفاحيه ثمره فاكهه، اي نوع فاكهه عندك ممكن تحطيها، لو مش عندك خيارايه جزرايه اي حاجه كده. وكمان حطيت له فوطه علشان يحطها على الديسك بتاعه وهو بياكل، وحطيت له كمان المولت دي علشان مش مدياله مصروف النهارده. كانت دلوقتي جت الساعه 7:15 بقى. خدوا باباه ووداه المدرسه. طبعا في ناس سالتني انت ليه مش بتعملي فطار لباباه، هو حاليا عامل دايت، نظام صيام متقطع، فبيتغدى ويتعشى بس، وساعات يتغدى بس على حسب يعني، فعشان كده مش بحضر له فطار معانا. هما مشيوا بقى وانا دخلت بقى على البلكونه دي، حالها يعني صعب جدا. عايزه اقول لكم ليا فتره ما دخلتهاش ونضفتها، هي في المطبخ بس انا مش بدخلها غير على النجير وبس، وبطلع تاني كده علشان بيبقى في ناس. الفتره اللي فاتت دي كان الموسم بتاع البلح، فكان في ناس بتجمع البلح يعني وكده، فما كنتش بطلعها خالص، وما حبيتش يعني ان انا انضفها وفي ناس وكده. فدلوقتي بقى كان خلاص خلصوا، قمت بقى انا دخلت بقى عليها، قلت هنضفها بقى وهظبطها. هي كان فيها كراكيب كتير بقى وحاجات وتوم وازايز كده، وبعمل فيها دوني وصابون سايل. فشلت بقى كل الكركبه دي، طلعت بقى كده كل حاجه منها،
كان في توم برضو قلت هفصصه كده وهبقى اعمله يعني افرمه واخليه جاهز معايا في الفريزر. كمان السبت بتاع الشوي وكده كان موجود هنا بحطه هنا. حاطه كمان المنشر ده بنشر فيه الحاجات الصغيره بس اللي هي بتاعه الاولاد وكده، والباقي كده بنشره الحاجات الطويله بنشرها على المنشر الكبير. بعد بقى ما فضيتها خالص كنست البلكونه كده كنسه حلوه خالص، يعني كنسه كويسه. بعدين لمعت الحافه كده بتاعه البلكونه، لمعتها كده وظبطتها خالص. طبعا في عصافير وفي حمام بيجي هنا يقف كده في البلكونه، فبتتبهدل خالص الحته دي، فطبعا لازم المعها كده وانضفها كويس. وقبل ما اكنس برضو نفضت الحيطان، بس للاسف ما اتصورتش معايا الحته دي. كنت فاكره ان انا بصور بس ما طلعتش بصور لان الدنيا كانت شمس وما كنتش شايفه في التليفون كويس. برضو كمان لمعت كده الحبال بتاعه الغسيل، ولمعت كمان المنشر وكل حاجه بقى كانت موجوده برضو نفضتها وظبطتها. حتى المشابك كده مسكتهم غسلتهم، وكمان حطيتهم في السبت بتاعهم وغسلته جوه كده في الحوض جوه. جبت بقى جردل الدوار ده ومليته ميه وحطيت كده حبه جنرال، وكمان حطيت حبه كلوركس الوان حلوين قوي قوي كده بيدوا ريحه ونضافه كده للمكان اللي انتي بتغسليه. انا طبعا بكبكب ميه كتير اصلا وانا بمسح، بس عشان التصوير وكده بعمل باللمامه او الشرشوبه دي، او زي ما انتوا بتسموها، مش عارفه بتسموها ايه عندكم. يعني في ناس بتقول عليها شرشوبه، في ناس بتقول عليها لمامه، وفي ناس بتقول عليها يعني الجردل الدوار باللمامه بتاعته. وبرده كده كنت خلاص لمعتها كويس جدا، يعني مخليتش فيها كده ترابايه فوق وتحت وحيطان برضو كل حاجة، يعني لمعتها خالص كده بقى جاهزة كده ان انا انشر. حطيت بقى المنشر بتاعي، والكرسي ده انا بحط عليه طبق الغسيل، وكمان غسلت بقى المشابك زي ما قلت لكم والسبت بتاع المشابك ونشرت بقى. وبعد كده بعد ما خلصت بقى البلكونه دخلت على المطبخ عشان اعمل الغدا. كان خلاص مفيش وقت كده على الغدا، ومفروض بقى ان النهارده هعمل بتنجان، فقلت اعمله بطريقه مختلفه كده عن كل مره. كل مره يعني بتبقى مسقعه مثلا، بتبقى حاجات كده، يعني البتنجان العادي بتاعنا بتنجان محمر مع بطاطس. حبيت بقى ان انا اعمله النهارده بطريقه مختلفه، كترت بقى الكميه علشان كنت عايزه ادوق حماتي وسلفتي، فكنت هبعت لكل واحد طبق كده. هم احنا في بيت واحد كلنا، بس كل واحد ليه شقته. عملت برضو الاكله دي قبل كده على القناه، بس كانت في فيديو تاني لوحده، كنت عاملاها في تجمع يعني وكده، بس اللي دقها قال لي جميله خالص، فقلت انا هعملها وهدوقهم بقى ايه من الاكله دي بما انها يعني مختلفه وكده. جبت بقى البتنجان بتاعي والبطاطس، غسلتهم كويس، وبعد كده قشرتهم، وبعد كده قطعتهم بالشكل ده كده مكعبات، وخلطتهم كده في بعض مكعبات كده صغيره خالص عشان تستوي معايا. لو حابه تعملي ببتنجان بس مفيش مشكله، هيكون يعني برضو حلو. بعد كده بقى جبت كده طاستين كده على النار عشان كانت الكميه كبيره على طاسه واحده، فحطيت كده معلقه هنا من السمنه البلدي وهنا معلقه من السمنه البلدي وحبه زيت هنا وحبه زيت هنا، وحطيت بقى كده نص الكميه في الطاسه دي ونص الكميه في الطاسه التانية. تمام. وزعتهم كده وظبطتهم كده في الطاستين، وهشوح بقى الاتنين مع بعض تشويحه حلوه كده لحد ما البطاطس والبتنجان يتشوحوا حلو ويبقوا دخلوا كده على سوا. هنعمل هنا بقى بشاميل كده على البارد. حطيت بقى معلقتين من الدقيق، عليهم مكعب مرق الدجاج، عليهم معلقتين سمنه، عليهم كده كوبايتين من الميه. البشاميل بتاع النهارده في الوصفه دي لازم يكون يعني مش تقيل، يكون خفيف، حاولي تخففيه شويه. هرفعه بقى كده على النار، يعني هايدي عليه باستمرار كده لحد ما يتقل ويبقى قوامه يعني هو خفيف مش تقيل قوي. تمام. هنا بقى كانت البتنجان والبطاطس شوحوا شويه، حطيت عليهم كده معلقه هنا ومعلقه هنا من الثوم المفروم، شوحتهم بقى كده، كبيت كله على بعضه علشان خلاص كده كانت الكميه قلت كده في الطاسه لما تشوحوا، فحطيت الاتنين كده على بعض وشوحتهم بقى في طاسه واحده. بعد كده ضربت كده عصير طماطم، كام طماطميه كده نعمتهم خالص كده في الكبه. ضفت كمان كده فلفل الوان على البطاطس والبتنجان والثوم. كمان هضيف بقى كده العصير بتاع الطماطم ده، وهشوحهم كده واسيبهم كده شويه يتشوحوا مع بعض. هحط لهم بقى بعد كده الملح والتوابل، هظبط بقى كده الحقيقة بتاعها ملح، وهحط التوابل بقى فلفل اسود وكمون وبابريكا وكزبرة، وهديهم كده تقليبه حلوه. وبعد كده هروح بقى اجهز الصينيه بتاعتي. حطيت كان البشاميل خلاص كده استوى. هحط بقى كده كبشتين كده من تحت، وعليهم بقى البتنجان بالبطاطس الحلو ده، دي شاورما بقى، شاورما بتنجان وبطاطس على بعض حلوه جدا. كمان كان عندي حته لحمه مفرومه كده حلت الطعم جدا، خلته في حته تانية خالص، خلت الصينيه دي طعمها حلو جدا. حطيتها، لو مش عندك ممكن ما تضيفهاش خالص،
خالص وتعمليها عادي جدا زي ما عملناها من غير لحمه مفرومه، هتبقى اقتصاديه وطعمها حلو جدا. على فكره المره اللي فاتت عملتها من غير لحمه مفرومه خالص. حطيت بقى بشاميل كده على الوش. عايزه اقول لكم البشاميل بتاع الوصفه دي لازم يكون خفيف، علشان يعني لو هتتاكليها بالعيش تبقى حلوه، لو هتاكليها بالشوكه برضو تبقى حلوه. تمام. حطيت بقى كده حبه جبنه موتزاريلا على الوش ودخلتها الفرن فوق وتحت. في الاول فتحت اول 3 دقايق من فوق علشان الجبنه تسيح. بعد كده بقى سبتها كده حوالي 10 دقايق كده شغاله من تحت بس. يعني برضو انتوا تابعيها، وممكن كمان ما تضيفيش الجبنه في الاول، تدخليها كده تاخد لها شويه في الفرن حلوين، بحيث ان البشاميل مع البطاطس مع البتنجان كده ياخدوا سوا شويه مع بعض في الفرن. بعد كده تضيفي الجبنه الموتزاريلا هتبقى حلوه جدا. سبتها حوالي 10 دقايق في الفرن، ما خدتش كتير لان كل حاجه فيها يعتبر مستويه. طلعتها بقى كانت تجنن. بصوا حاجه جميله جدا وكله شكر فيها وعجبتهم خالص. شايفين كمان الجبنه سايحه وبقت جميله جدا. ممكن لو مش عندك جبنه موتزاريلا ممكن تحطي رومي، ممكن تحطي شيدر، اي نوع جبنه عندك متوفر ممكن تحطيه على الوش. وممكن ما تضيفيش جبنه خالص. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، ودوقوها كده هتعجبكم وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بعت بقى لسلفتي وحماتي واتغدينا، وبعد كده قمت غسلت المواعين، غسلتهم بقى كلهم وسبتهم كده يتصفوا. وبعد كده ريحت شويه بقى، ولما صحيت بقى رصيتهم وغسلت البوتاجاز ومسحت كمان المطبخ. كان عندي كمان في التلاجة فلفل الوان، كان ليه فتره الصراحه في التلاجة، فانا قلت بدل ما يبوظ كده هاخده كده افرزه. غسلتهم بقى كده كويس، بعد كده نشفتهم بمناديل المطبخ كلهم كده نشفتهم. بعد كده بقى قطعتهم كده جوليان رفيع. طبعا بفضل البذور انا منها، ما احبش البذور تفضل موجوده لو هفرزهم. وبعدين بقطعه كده جوليان رفيع، ولو انتوا حابين برضو تقطعوه صغير برضو بينفع في كل حاجات كتيره الصراحه. لما بفرزه بطلع على طول واشتغل منه، بيريحني جدا. يعني انا بحاول يعني لما بيخلص بجيب تاني وافرزه. بس الفتره دي انشغلت شويه، فلما جبت الطلبات بتاعه البيت والخضار وكده نسيته بقى مع الخضار ومفرزتوش. ولما كنت بشتغل منه كنت بشتغل منه كده على طول من غير ما افرزه. فقلت يعني يمكن استخدمه كله، بس يعني ما استخدمتش يعني كتير كميه كتيره، فده اللي زاد منه. قمت فرزتهم بقى وقطعتهم بالشكل ده كده عشان هينفعني في حاجات كتيره بعدين. وعلى فكره فيه فيتامين سي قوي جدا، حلو جدا في السلطه وفي كل حاجه. حاولي تدخليه في اكلات كتيره لانه بصراحه مفيد خالص، وفيه فيتامين سي حلو للاطفال. هخلطهم برضو كده مع بعض، هقلبهم مع بعض لما اخلص كده كل الكميه. هحطهم بقى في الاكياس بعد ما اخلصهم واشيلهم بقى في الفريزر. وهنا بقى كنا وصلنا لنهايه الحلقه بتاعه النهارده. اتمنى اكون قدرت ان انا افيدكم ولو بمعلومه واحده بس. بشكركم جدا ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا، ولو وصلتوا لهنا بقى وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.